السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير وبصحة وسلامة. عاملين ايه خاصة طلابي الجمال اللي هم في جريد 8؟ النهاردة هنشرح تامن درس اللي هو ايه؟ سلوب ذا ستريت لاين. طيب دلوقتي قبل ما نشرح وقبل ما نخش في اي حاجة، طيب انا الدرس بالنسبة لي علشان افهمه لازم يبقى ادخل ليه بكي اللي هو ايه؟ انا دلوقتي الدرس ده تمام، اعرف مفاهيمه الاول واعرف هو بيتكلم عن ايه، تمام، وبعد كده نبدا نفهم المسائل بتاعته وازاي بتتحل وحاجه بسيطه. فهنعيد اخر حته، ماشي؟ هنعيد اخر حته. طيب فاحنا دلوقتي هنشوف الاسلوب ده، يعني ايه اسلوب وبيعمل ايه وايه اصلا وليه بندرسه، عشان كلمه اللي انتوا بتسالوها دايما احنا ليه بناخد اصلا الماس وليه مش عارفه ايه. لا احنا دلوقتي هنفهم، تمام؟ سي العربيه اللي طالعه فوق الكوبري، تمام، دولت هي وماشيه، تمام، هي طالعه، تمام، ده بيحسبوها بالايه؟ السبيد بتاعتها بيحسبوها بالايه؟ بالاسلوب. اوكي، طب لو نازل بيحسبوها برضو بالاسلوب. لو العربيه نازله من الكوبري بيحسبوا برضو السرعه بتاعتها بالايه؟ بالاسلوب. طيب الاسلوب ده تمام. طيب هنكمل ايه اهو؟ ستريت لاين، تمام، هنا كاتب التعريف وحاجات من دي، تمام. احنا اتفقنا العربيه زي ما اتفقنا هي طالعه دي بنحسب السبيد بالاسلوب، نازله بنحسبها بالايه؟ بالاسلوب. اوكي، فاتفقنا ان احنا العربيه لو هي ماشيه تمام فوق الكوبري بسرعه كبيره جدا يبقى اسلوب هنا عالي جدا. طب العربيه لو ماشيه فوق الكوبري بسرعه بطيئه يبقى الاسلوب هنا صغير، تمام. طيب نفس الحاجه هنا، تمام، بدأ يديك القانون بتاعه، ماشي، بيقول ايه؟ ام equal، او خلينا نشرح الاول قبل ما نحل اكزامبل. طيب اهي، طيب هنا الاسلوب. طيب ايه بقى الاسلوب؟ هو الرمز بتاعه من الرموز اللي بام، تمام. طيب الاسلوب ده هو رول واحد اسمه ايه؟ y2 minus y1 x2 minus x1. بس كده؟ ايوه بس كده، الدرس كله هتحله بالشكل ده. طيب ماشي، تيجي انا اقول لك مثلا الاسلوب بتاعك مثلا بوينت الايه ب4 و5 وبوينت البي مثلا مثلا ب6 و4، واقول لك انا هاتلي الاسلوب من between the point. طيب اول حاجه والله هتقولي الام equal y2 minus y1 x2 minus x1 بالراحه خالص، تمام. طبعا احنا عارفين ان اول حاجه هنا x والتانيه بتبقى ايه؟ y، صح؟ طيب انا عندي التو بوينت، مين الواي 2 اهي؟ دي الواي 2 ودي الاكس 2 ودي الواي 1 ودي الاكس ايه 1. طيب ماشي، هو الواي 2 ايكوال كام؟ 4 ماينس الواي 1 ايكوال كام؟ 5، يبقى 4 ماينس 5 ديفايد 6 ماينس ال 4، 6 ماينس ال 4 ايكوال كام؟ 4 ماينس ال 5 ايكوال minus 1 divide 6 minus ال 4 equal 2. يبقى الاسلوب بتاعي بنيجاتيف 1 ايه 2. طيب ماشي، بس ده مفهوم الاسلوب. يبقى الاسلوب عبارة عن قانون واحد اسمه ايه؟ m equal y2 minus ال y1 x2 minus ال x ايه 1. بس كده، يبقى هو رول واحد هنحفظه في الدرس ده. طيب نيجي نشوف درسنا بيقول ايه. بدأ يقول عند الام y2 minus ال y1 x2 minus ال x1، تمام، وبدأ يجيب لنا find the example
اهو of the street. ال A ب 1 2 وال B ب 3 و A و 5. ال A 1 2 وال B ب 3 و 5. طيب ماشي. 1 2 و B ب 3 و 5. طيب كانت ال A عندي ب 1 و 2 وال B ب 3 و A و 5. تمام. يلا مع بعض هنقول القانون الأول كان اسمه ايه؟ y2 minus y1 x2 minus x1. يبقى y2 minus ال y1 و x2 minus ال x1. طيب ماشي. ال y2 عندي هنا بكام؟ ب 5 وال y1 عندي بكام؟ ب 2. يبقى 5 minus 2 divide 3 minus ال 1 3 minus ال 1. 5 minus 2 بكام؟ ب 3 و 3 minus ال 1 بكام؟ ب 2. يبقى السلوب بتاعي ب 3 over a 2. طيب تمام. طيب عمل كده وقال 3 slope of the line بكام؟ ب 3 over 2. طيب ماشي. طيب note the slope line each the following. تمام. بيقول لك لو البوزيتيف هي ماشيه على طول. فاكرين المثال بتاع العربيه؟ هو العربيه لو ماشيه على طول تمام في نفس اتجاهها يبقى ايه؟ بوزيتيف. يبقى الايه؟ بوزيتيف. point the moving of the ايه؟ straight line value of increase بايه؟ increase. السرعه كل شويه عماله تزداد بتاعت العربيه. يبقى هنا الايه؟ السلوب بالبوزيتيف. السلوب بالايه؟ بالبوزيتيف. تاني هي العربيه اهو طالعه فوق الكوبري، هي طالعه بسرعه جدا جدا وبتزداد كل شويه increase. يبقى ايه؟ السلوب بتاعها ايه؟ بوزيتيف. طيب ماشي. طيب هنا degrees. لو سرعه العربيه هي اوريدي طول الوقت بتقل تمام، هي بتقل يبقى السلوب بتاعها هنا ايه؟ نيجاتيف. السلوب بتاعها هنا ايه؟ نيجاتيف. تمام. طيب نيجاتيف سلوب. تمام. سلوب ايكوال 0. انا العربيه واقفه كده ما عملتش اي حاجه. انا عملت اي مجهود دلوقتي؟ لا مفيش. يبقى اكيد ايكوال ايه؟ ايكوال 0. طيب ماشي. the slope and divide. تمام. طيب يبقى انا عندي انواع السلوب بوزيتيف نيجاتيف سلوب اند ايه؟ فايت اللي هي ملهاش اي حاجه كونستانت. وفي الاكس ايه؟ كونستانت. العربيه ما بتعملش اصلا اي مجهود اي حاجه يبقى ايه؟ undivided. طيب هنيجي هنا وعرفنا شكلها. يعني امتى نقول equal 0؟ لما شفتوا هنا is a line parallel x ايه؟ axis. x ايه؟ axis. لكن the line parallel y ايه؟ y axis. تمام. يبقى امتى نقول عليها x equal 0؟ لما نقول نلاقي الستريت ده او اللاين ده parallel لايه؟ للاكس axis. يبقى equal ايه؟ equal 0. equal ايه؟ equal 0. اوكي. طيب individe. امتى اقول عليها individe؟ لما اقول الايه؟ parallel للواي اكسس. parallel للواي اكسس. اوكي بس كده. طيب عرفنا بنقول عليها امتى السلوب. الشكل اهو بتاعها تمام، وده النيجاتيف وده السلوب والانديفايد. طيب اوكي مديني 1 2 4 3 تمام. مديني فور اكزامبل ويلا هاتلي السلوب في الاربعه. طيب نيجي نشتغل. طيب اوكي نيجي نشتغل. ماشي. اول مثال اول اكزامبل بيقول ايه؟ نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 و 3 و 4 3 وايه؟ و 4. طيب دلوقتي انا عندي 2 بوينت نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 والبوينت الثانيه 3 وايه؟ و 4. بكل سهوله انا عندي القانون نكتبه هنا y2 minus y1 x2 minus x1. تمام. طيب
اول حاجه عندي مين الواي 2 ب4، يبقى 4 ماينس 4 ماينس مين، 4 ماينس 2 ماينس 2 ديفايد 3 ماينس الايه ال1، 3 ماينس ال1 ايكوال. طيب ماشي، يبقى هي كده 6 ديفايد الايه ال4 ايكوال 3 اوفر 2. تمام، ده يلا ده الاكزامبل الايه اولاني. طب يلا اكزامبل 2. تمام، وقفوا الفيديو وحلوه كده لوحدكم. تمام، وبعد كده ايه اتفرجوا على حاجه. يلا اكزامبل 2 هحله ازاي؟ بكل بساطه، هو عندي البوينت هنا ايه نيجاتيف 4 و5 والبي ب 3 و0. طيب ماشي يلا نيجاتيف 4 و5 و3 و0. ماشي يلا الاسلوب والله حفظناه خالص. y2 minus y1 x2 minus x1 equal كام؟ يلا الy2 بكام؟ بزيرو، والy1 ب5 و3 minus ال4 equal 0 minus ال5 equal ال5 و3 minus ال4 يبقى minus وماينس بخليها ايه بوزيتيف. وطبعا الكلام ده ممكن تعملوه بالآلة على طول، يبقى 5 over 7 وهتقولي السلوب ايكوال كام؟ دي الايه السلوب. تمام ماشي. طيب الفور اكزامبل التانيين سهلين برضو. تمام طيب اوكي، هنيجي هنا نرجع. بيقول ايه بقى؟ the slope of the straight line constant. بيقول the slope of straight line is constant and independent، ومديلي ايه example. طيب اول حاجه هو مديلي ايه؟ ان هو had for example of the الشكل ده. طيب ال A وال B وال C. تمام، فاحنا هنجيب السلوب ما بين ال A وال A وال B. تمام، بعد كده هنرجع نجيب ال B وال A وال C. طيب ال A وال B عند ال A بنيجاتيف 4 ونيجاتيف 2. تمام، و2 2 يبقى 2 minus 2. تمام، و2 minus 4 هيطلع معايا ب 2 over 3. اوكي، طيب هنرجع هنجيب الايه السلوب الثانيه. اوكي، هنيجي هتبقى 4 minus 2 و5 minus 2 هتبقى ب 2 over 3. تمام ماشي، بمعنى هو عايز يفهمك ان هو الستريت دايما او ده او بصوا يا جماعه، وانا لو جبت لكم بوينت زي دي او ستريت زي ده. تمام، ومثلا قلت هنا EMF، لو انا جبت السلوب للEM بتبقى قد مين؟ الMF، بتبقى قد مين؟ الMF. تمام ماشي، يعني انا في example 3 find the slope. اوكي، وجايب لنا شكلين. هو مبدئيا كده اول حاجه هو انا عايزه اربط حاجه من اللي انا شرحتها فوق. احنا قلنا طبعا وده مش شكل طالع بالشكل كده، يبقى الشكل هيبقى ايه؟ بالبوزيتيف اهو. اهو كان بالايه؟ increase positive صح؟ فالمتوقع واللي جنبه كانت ايه؟ كده بالنيجاتيف. فكده كده المتوقع ان انا الشكل ده هيطلع معايا النمبر في الاخر معايا بالبوزيتيف، وهنا النمبر هيطلع معايا بالايه؟ بالنيجاتيف. طيب هنا بص، يعني قبل اي حاجه the line passing through origin number has a slope y over x where x و y is any point. يعني any point انا say همسك الزيرو مع الزيرو، بس اهم حاجه تبقى ايه؟ through. تمام، البوينت دي هي موجوده هنا. تمام، موجوده على اللاين دي. اوكي، فانا ممكن امسك 0 0. تمام، وممكن امسك مين؟ 1 و 2 هما كله ثرو. اوكي، يبقى 1 و 2 بس 2 minus 0 و 1 minus 0 يبقى 2 over 1 equal 2. ايه ده الرقم طلع بالبوزيتيف. ايوه، ما الطبيعي ان هو يطلع بالبوزيتيف، ما هو اصلا هو ماشي كده increase. تمام، لكن هنا degrees فاكيد هتطلع بالماينس صح. طيب ماشي، هنا
يلا اول حاجه اهو حاجه بتمر بيها اهو 0 2. اهم حاجه يبقى يعني ايه موجوده في الايه بتعدي البوينت اللي انا هعملها هي موجوده في ثرو اهي ثرو ذا لاين. هنا اهي هتبقى ايه 1 و2 0 2 2 ايه 1 و2 1. طيب ماشي يبقى هعمل اول حاجه ايه 1 minus 2 و2 minus 0. 1 minus 2 minus 1 over الزيرو يبقى equal كام minus 1. ايه ده الرقم طلع بالنيجاتيف طبيعي لان هو ده decrease صح وهنا كان ايه increase. طيب جايب لي example 4 بيقول ايه prove that the point اوكي ان هو are ايه collinear. طيب اول حاجه بالراحه خالص كده هي الكورنر بالنسبه لي اهي عايز اثبتها ان هي كورنر. طيب ماشي A B C هجيب الاسلوب بتاع الاي بي وارجع اجيب الاسلوب بتاع بي ايه سي ولازم يبقوا الاتنين قد بعض. طيب ماشي هاجي هنا اهو هجيب الاسلوب بتاعي A equal B اهي 0 minus 1 divide minus 1 minus 1 equal كام 1 over negative 2. حلو جدا يبقى دي الاسلوب الاولانيه M1. طب M2 نيجي B ايه B C يبقى minus 2 minus 0 و 3 minus 1 يبقى minus 2 divide 3 minus 1 اللي هو كام 4 صح. هنيجي نعمل هلاقيها بنيجاتيف 1 over ايه half صح ولا لأ. يبقى ده قد ايه قد ده برضو يبقى الاتنين ايه are collinear. طيب ماشي هنا مديك prove that the point 6 و 0 و 3 و negative 1 و 0 و negative 2 are collinear. طيب ماشي اهي. طيب اهي. طيب هنيجي نمسح ده طيب 1 prove that عندك ال A ب 6 و A و 0 وال B بكام ب 3 و negative 1 وال C بكام ب 0 و negative 2. تمام يلا هنجيب السلوب بتاعت ال M1 اوكي. يلا هنعمل ايه negative 2 قصدي ال AB بقى يبقى negative 1 minus 0 اوكي. طيب 3 minus 6 هتبقى negative 1 over minus 3 راحوا مع بعض يبقى equal 1 over 3. طب ماشي BC يلا هتبقى ايه negative 2 negative 1 و 0 minus 3 negative 2 negative 1 هتبقى ايه دي بقى هتبقى بلس اوكي. يبقى negative 2 plus 1 و 6 minus 3 يبقى 1 over ايه 3 يبقى هما الاتنين قد بعض يبقى ال M1 equal لل M2 يبقى is ايه or collinear. تمام. طيب هنا بقى مديك بقى ايه بيقول لك ايه في الاولانيه the slope of the straight line. بص the slope of the straight line passing through the 2 point ال A بكذا وال B بكذا تمام. ومديك هنا بقى الايه
الام 1 اللي مديك الاسلوب جاهزه صح؟ بس لما اجي هنا بص هلاقي الاي بكام؟ بنيجاتيف 1 و2، والاقي هنا البي بكام؟ ب5 وكي. اعمل ايه؟ طيب احنا مش هنخاف من المساله عادي جدا، هي ما فيهاش اي حاجه، انا معايا الرول يبقى اعرف احل اي مساله. بمعنى هنشوف كده دلوقتي. نرجع تاني سوري، تقسيم نختار. طيب اول حاجه ملناش دعوه بحله، تمام. اول حاجه انا عندي الرول والله y2 minus y1 x2 minus x1. طيب يلا نبدا نعمل نفس الحاجه. هو مديلي الايه بكام؟ مديلي الايه خلينا احمر. طيب مديلي الايه بكام؟ بكام اهي؟ بنيجاتيف 1 و2. طيب ماشي. والبي بكام؟ ب5 وكي. طيب تعالي نحلها عادي جدا. يلا كي ماينس 2 ننزل 5 ماينس 1 ايكوال. هو ادالي الكلام ده كله بكام؟ اهو بنيجاتيف هاف صح؟ يبقى ايكوال نيجاتيف هاف. طيب ماشي، يبقى كي ماينس 2 ايكوال 5، يبقى دي ماينس بلس يبقى 6 ايكوال مين؟ هاف صح؟ يلا هنعمل كروس مالتيبليكيشن. 1 تايمز 6 ب 6 و2 ايكوال 2 تايمز كي 2 كي و2 تايمز نيجاتيف 2 هتبقى ايه؟ بنيجاتيف 4. ايه ده؟ دي بقت ايكويشن معايا عاديه جدا. دي بالنيجاتيف يبقى تروح الناحيه الثانيه بالايه؟ بالبوزيتيف. يبقى 2 كي ايكوال 10. عايز الكي يبقى ديفايد 2 يبقى الكي بكام؟ ب5. بس كده، بس عادي جدا. استخدمت الرول بتاعتي، حليت، شفت ايه اللي ناقص وبس وجبت الكي. طيب ماشي. تاني اوكي حلو، اعيدها تاني، احلها تاني. ممكن احلها تاني باكزامبل من عندي. طيب هنشوف، او بفكره يعني ايه بارقام تانية. انا جيت قلت لك الايه بتاعتك ب2 و4 حلو، وقلت لك البي باكس مثلا و3 حلو، وقلت لك السلوب بتاعك بكام؟ ب3 اوفر 4 مثلا. طيب ماشي، كله ده تمام حلو. فانا عايزه احل. اول حاجه 3 ماينس ال4 ديفايد x ماينس ال2 الكلام ده ايكوال كام؟ 3 اوفر 4. طيب ماشي، 3 ماينس ال4 ايكوال كام؟ ماينس 1 ديفايد x ماينس 2 ايكوال 3 اوفر 4. تمام عادي جدا. انا ماشي عايزه ايه؟ اعمل كروس مالتيبليكيشن. يبقى ماينس 1 تايمز الايه؟ ال4 ماينس 4 ايكوال 3 تايمز الاكس 3x 3 تايمز نيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 6 صح؟ خلاص اصبحت معايا ايه؟ ايكويشن عاديه. نيجاتيف 6 يبقى هتروح الناحيه التانيه معايا بلس ايه؟ بلس 6 صح؟ يبقى نيجاتيف 4 بلس 6 ايكوال 2. طيب ماشي ايكوال 3x صح؟ انا عايزه هنا المين؟ الاكس يبقى ديفايد على اللي معاها وديفايد على اللي معاها، يبقى الاكس بكام؟ ب2 اوفر 3. طبعا هو الرقم طلع فراكشن، هو بس في الغالب في الامتحانات هو هيطلع معاك نمبر عادي يعني، بس ده عشان اكزامبل من عندي. طيب اعتقد يعني احنا كده ايه فهمناها. طيب هنخش على الاكزامبل اللي بعده. ار كورنر. طبعا اول ما نشوف ار كورنر دي معناها يعني ايه؟ الام 1 قد الام ايه؟ قد الام 2. طيب هنيجي نقول الايه والبي هنمسكها مع بعض، والبي مع السي. حلو جدا. هو مديلي 3 حاجات اوكي. هو برضه بيكتب الاسود اللي مش فاهم ايه. طيب طب اوكي طيب ماشي.
هنيجي هنا نقول يلا اكزامبل ايه بقى، انا بحل مسألة. طيب يلا هنشوف ايه الايه بكام؟ بزيرو فور. ايه بزيرو ايه و2 بزيرو فور. زيرو فور. طب والبي بكام؟ بوان وتو. تمام. والسي بكام؟ بنيجاتيف 1 وكي. عادي جدا. والله انت معاك حاجه معينه اسمها ايه؟ الام 1 ايكوال الام 2 لو هي ار كورنر، وهو اصلا بيقول لك الكلام ده كله ايه؟ ار كورنر، يعني هو مش عايز بروف زد، يعني مش عايز بروف زد. اوكي، يعني اول ما يقول لك ار كورنر خلاص هو اصلا هو عرفك خلاص، يبقى معناها ان هي ايه؟ الام 1 قد الام ايه؟ قد الام 2. طيب ماشي، هنيجي هنا. طيب يلا هنجيب الام 1 ومعانا هنا الام 2. يلا يلا الام 1 يبقى 2 الام 1 اللي هي بالنسبه لنا مين؟ اي بي. والام 2 هي اللي بالنسبه لنا مين؟ البي سي، صح؟ طب يلا 2 minus 4 equal 1 minus 0. 2 minus 4 equal كام؟ نيجاتيف 2. 1 minus 0 ب 1 يبقى equal كام؟ بنيجاتيف 2. حلو، نخش على بعدها k minus 2 عادي جدا. divide مين؟ نيجاتيف 1 minus 1. حلو. طيب ماشي، هو نيجاتيف 1 فين؟ نيجاتيف 1. طيب k minus 2 هسيبها في حالها عادي. divide 1 minus دي بلس minus 1 plus 1 يبقى ايه؟ بزيرو. اوكي، يبقى هقول k minus 2 divide 0 equal كام؟ نيجاتيف 2 over 1. دي باي ايه؟ باي 0، صح؟ نيجاتيف 2 باي 0 بايه؟ بزيرو equal k minus 2 minus 2 تطلع ناحية بلس 2 يبقى الكي بكام؟ الكي ب 2. نفس الحاجة، ما فيهاش أي حاجة، استخدمت اللي أنا عارفاه في الدرس. تمام، فبس خدت الكي. يعني الكي بتاعت الدرس النهارده ايه؟ هو رول، وهو استخدم مره الاسلوب ازاي نجيبها. عرفنا الاشكال، بوزيتيف امتى، نيجاتيف امتى، زيرو ايكوال امتى، انديفايد امتى. تمام، عرفنا بعد كده ان احنا ممكن نجيب الاسلوب من الشكل، صح؟ بنحدد التو بوينت اللي هو ايه؟ ثرو لاين، ثرو ذا ايه؟ ذا لاين. اوكي، بس كده. بعد كده جاب واحده ايه؟ شال نمبر، وممكن يديك ايكوال مره، وممكن يقول لك الثلاثه دولت ار كولينر، فهات بقى ايه ويديك ار كولينر ويحذف نمبر. تمام، فانت خلاص عارف ان الام 1 قد الام 2. تمام. طيب ماشي، هنيجي على اللي بعدها. تمام، هنبدا هنا بقى اكزامبل حلو قوي، عجبني الفكره بتاعته. تمام، بيقول لك ايه؟ طيب مديك شكل. تمام، سيبك من الكلام ده كله. بيقول لك الرود 0.2 متر، تمام، over the horizontal متر or a root 5 متر. بعد كده مشي ايه؟ 10. طيب هنشوف، هو هنا مشي 0.2، هو رسم هو مشي 0.2 الاول، بعد كده كسر راح ايه؟ 1 متر. تمام، هنا نفس الكلام، بيقول هو مشي 5 بعد كده مشي 10، صح؟ 5 وبعد كده مشي ايه؟ 10. طيب ماشي، هو انا مش الاسلوب وعايزه ان اجيب الاسلوب بتاعت الشكل ده واجيب الاسلوب بتاعت الشكل ده. تمام. طيب ماشي، هنشوف اول حاجه الاسلوب دي اللي هي مين؟ 1 و 0.2. اعمل فيها ايه؟ اول حاجه هشوف هعمل ايه؟ 0.2 over 1 طلعت معايا بكام؟ ب 0.2. طب هنا مش الام 1 او الاسلوب y over x ده كده كده. تمام، هنا هتبقى 5 over 10 طلع معايا بكام؟ بهاف، صح؟ ب 0.5، صح؟ يبقى معناها ان انا ايه؟ مين الاكبر؟ 0.5 ولا 0.2؟ اكيد 0.5. تمام. تاني، هو بيقول لك عادي مساله عاديه، الرود الاولانيه رايز ايه؟ ريت 0.2. تمام، مشي 0.2 بعد كده مشي ايه؟ هورستنال بكام؟ ب 1. تمام، 1 هورستنال. تمام، الرود التانية مشي 5 متر وبعد كده مشي ايه؟ 10، يبقى 5 over 10. هنشوف ايه؟ مين الاكبر. وبكده يعني ايه؟ افكار الدرس كلها خلصت. طيب هنيجي هنا. طيب
الاسئله دي حلوه جدا. ماشي، واسئله كمان. طيب هنيجي نحل دولت دلوقتي. ماشي، بسم الله. طيب اول سؤال هنا بيقول ايه؟ the slope of the straight line معاك 2 point اللي هو مين؟ -1 و5 تمام و7 اوكي. اوكي، عايز ايه بقى؟ وبيقول لك السلوب بتاعهم ب 3/2. عايز ايه؟ عايز الكي، فاليو الكي. بالراحه خالص، الكي ماينس ال5 وال7 ماينس ال1، كي ماينس ال5 دي هتبقى بلس، يبقى 8. الكلام ده ايكوال كام؟ ب 3/2 صح؟ يبقى 3 تايمز ال 8 ب 24 و2 تايمز ال 8 2k و2 ماينس ال 5 ماينس 10 صح؟ طيب ماشي. اوكي، k ماينس 7 k ماينس ال 5 و7 ماينس ال 1 8 تمام. ماينس 10 يبقى بلس ايه؟ 10 يبقى ب 34 equal 2k. هنعمل divide 2 وهنعمل divide 2 فكده هتبقى ايه؟ 17.5. اوكي طيب هنيجي على اللي بعدها. تعالوا نحلها سوا، او يعني حل رقم 2 كده تمام. بس يعني ايه؟ parallel to axis. يا بجد سؤال حلو جدا تمام. لو حد ركز معايا في الاشكال لما قلت ايه ده كده بوزيتيف وكده نيجاتيف، لما انكريز يبقى بوزيتيف، ولو مش عارفه ايه ديكريز يبقى نيجاتيف تمام. ولما قلت بارل للاكس اكسس يبقى 0، بارل للواي اكسس يبقى انتفايد كده يعني. فبصوا بقى بيقول ايه؟ بارل هو ايه؟ the street passing through 2 point تمام. بارل الاكس اكسس، اكس ايه؟ اكسس، يعني الميل هنا او السلوب بتاعتي هنا ايه؟ بزيرو. خلاص كده، هو لازم مش هنا بيقول ايه؟ بارل واي اكسس. والله هجيبها لكم لما انا قلت اكدت على الاشكال قوي وقلت ايه؟ ركزوا هنا قوي عشان هو ربطها بكذا حاجه. او 2x axis يبقى ايه؟ اللي هي ايكوال 0، y axis يعني ايه؟ انديفايد اهي. اهي هنا بيقول لك ايه؟ عايز بارل الاكس اكس تمام. فكر فيها شويه تمام، وبعد كده نبدا ايه؟ نحلها. ماشي فكرت. طيب هنيجي عادي جدا. هو قال لي والله يعني الموضوع بيبقى سهل، 3 و7 صح، و5 اوكي، و5 اوكي، يبقى ايه؟ k minus 7 و5 minus 3 equal كام؟ 0. طيب ماشي، هي k minus 7 و5 minus 3 ب 2 equal 0. 0 by 2 ب 0 يبقى k minus 7 equal minus 7 يبقى plus 7 يبقى الكي بكام؟ ب7. بس كده بس. ماشي طيب اوكي هنيجي اللي بعدها. يعني انا وضحت لكم الموضوع هنا سهل خلاص تمام. طيب هنيجي هنا بيقول ايه؟ if the slope of the straight line is through 2 point، جايب لي 2 point اهو وجايب لي equal to، find the value ايه تمام. طيب بالراحه خالص كده،
هو جايب لي البوينت الاولانيه كام؟ a بلس 2 a بلس 2 و a a بلس 2 تمام. بعد كده جايب لي 3 حلو، وجايب لي البي بكام؟ بنيجاتيف a و9 نيجاتيف a ونيجاتيف 9. طيب براها خالص، يلا نيجاتيف 9 ماينس 3 القانون بتاعنا y2 ماينس y1 ماينس a ماينس a بلس 2 حلو. ماينس 9 ماينس 3 هتبقى ماينس 12 ماينس a اهي ماينس a هتبقى ماينس a 2a تمام ماينس a 2 حلو ماشي. طيب ماشي، يبقى ماينس 12 ماينس 2a ماينس 2 ايكوال الكلام ده كله بكام بقى؟ ب2 تمام. طيب 2 مش الماينس هنا مرتين، ممكن اطلعها بره واخليها ايه 2a بلس 2 حلو. تاني هي كانت ماينس ايه ماينس 2a، هخرجها بره هتبقى ماينس 2a بلس الايه بلس 2 صح. ما الماينس هتروح مع الماينس عشان ما لخبطش نفسي، يبقى 12 2a بلس 2 ايكوال 2 تمام. يبقى هتروح مع بعض يبقى 2 و12 يبقى 12 ايكوال 2a بلس 2 بلس 2 هتطلع الناحية التانية ماينس 2 يبقى 10 يبقى ايكوال 2a يبقى ديفايد 2 وديفايد 2 يبقى الايه بكام؟ ب5 حلو. طيب ماشي، هنيجي على اللي بعده. ماشي هنبدأ بقى find اسلوب من الرسومات. اوكي طيب ماشي find the ايه the slope. ماشي اول حاجة حد نقطتين مثلا 0 2 تمام اهو، ومثلا 4 و4. يلا هنجيب ال 2 بوينت 0 2 و4 و4 4 minus 2 و4 minus 0 4 minus 2 2 4 minus 0 كام؟ 4 يبقى equal كام؟ half. أي نقطتين تمام هنا ماشي 0 2 اوكي، ومثلا اهي اوكي 0 2 و خلينا through the points ثواني. زيرو هنعيد الحتة دي تاني ماشي. طيب هاجي هنا اقول 0 2 اوكي، وايه تاني احدد نقطتين ماشي 0 2 مثلا اوكي، مثلا ممكن نيجاتيف 2 وايه، او خلينا نيجاتيف 2 وايه اهي، يبقى 0 2 ونيجاتيف 1 لايه ل 3.5 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 و 3.5. بس حددت اي 2 بوينت على الثرو، اهم حاجه بس البوينت ثرو ايه ثرو لاين، مفيش اي مشكله يعني الموضوع بسيط وسهل تمام. طيب وهات ده ماينس ده وده ماينس ده فخلاص، اعتقد انتوا حفظتوه اصلا. اوكي طيب هنا برضو اور كولينر، طبعا احنا اتفقنا بنمسك الاي مع البي والبي مع ايه مع السي وهكذا. طيب ماشي كده كده اسئله كتاب المعاصر احنا هنحلها كلها، يعني ايه هتبقى جيومتري ممكن نعمل لها 3 فيديوهات تمام. فعشان كده يعني ايه ما بحلش كل المسائل هنا، اهم حاجه بس تفهموا المسائل بتتحل ازاي في الفيديو ده. طيب ماشي بس كده اوكي. في طبعا ايه اسئله اللي هي اللي تشوز والكلام ده كله، انا بجمعها كلها الاسئله المهمه وبنحلها. طيب وبكده احنا خلصنا الجيومتري،
يعني خلصنا الجيومتري تمام. المفروض ان احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنمسك الجيومتري تمام، نراجع الجيومتري درس بدرسه تمام. وانا كده كده ان شاء الله هنزل المراجعه الجيومتري تمام، ومراجعه جبرا اوكي بحل المسائل، وهنجيب اسئله التقييمات نحلها برضو، وهنحل كتاب المعاصر اللي هو بقى الكتاب التاني تمام، الورك شيت تمام، هنجيبه بقى وهنحله تمام، وهنحل كل المسائل اللي فيه. وبكده هنبقى خلصنا الجيومتري، واستنوني بقى في مراجعه الجيومتري. باي.